اهلا بكم مشاهدينا من اكتشافات اي تي شو الدائمه. يعني دائما نكتشف المخترعين. ايضا هيثم دسوقي سوف يكون معنا. طبعا هو حاصل على نجوم العلوم، كنا اكتشفناه سنه 14 عام. وائل غنيم اكتشفناه قبيل الثوره. شبكه رصد وغيرهم من مئات المخترعين والمبتكرين. طارق محمود مبتكر واعد حصل على المركز الثاني في مسابقه الشرق الاوسط للاختراعات. وطبعا ايضا الاكتشاف الاول كان له هنا منذ شهور في اي تي شو. اهلا بيك يا طارق. اهلا بيك يا استاذ احمد. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. انت متميز. راهنا عليك من البدايه ان انت من ضيوفنا المتميزين والشباب الواعد. الحمد لله. طب انا مبسوط ان انت كسبت الرهان اهو الحمد لله، ولسه ان شاء الله. لسه دي بدايه. دي بدايه ان شاء الله امامك طريق طويل، لان انت سنك صغير. انت عندك 17 سنه. 17 سنه ما شاء الله. انت كنت في الكويت. حصلتوا على المركز الثاني ضمن دول العالم. كان موجود 35 دولة. 35 دولة، إيران، روسيا، فرنسا، الدول العربية كلها، قاطبة أوروبا. وكان هناك لجنة تحكيم دولية كبيرة من جميع سويسرا. مستويات العالم. من جميع أنحاء العالم، علماء من جميع أنحاء العالم جايين يحكموا في المسابقة، لأنها تاني أكبر مسابقة العالم، مشتقة من مسابقة جنيف الموجودة في سويسرا. فكانت حايزة اهتمام كبير جدا من العلماء الموجوده في العالم ان هم يجوا يحكموا لل 200 مخترع اللي داخلين، ان هم يعني هم دي عمليه تصفيه من حوالي 2000 مخترع موجود. طيب انت لك مجموعه اختراعات، لكن حصلت في هذا الاختراع على اختراع بيخدم المنظومه البيئيه. وهيكون مفيد جدا للعالم. هو اختراع لكيفيه حل مشكله الاحتباس الحراري بطريقه سلميه، وكيفيه استخدامها ان هي تفيد البشر. الدول العالم كلها حاليا بتتجه الى بناء السدود كحل للميه الزايده من الاراضي. سد موجود في هولندا حاليا، لكن بالمنظومه بتاعتي اللي هي الصوره دي بستغل الميه الزايده الموجوده في البحار والمحيطات وبمررها عن طريق انابيب زي اللي موجوده دلوقتي. الانابيب دي بتمر فيها الميه دي بتحرك كذا جنريتور. الجنريتور بيولد لي طاقه كهربائيه في البدايه، بعد كده بتخش في عمليه تحليه عن طريق اشعه الشمس صباحا. اشعه الشمس بتديني طاقه حراريه عاليه جدا، بستخدمها في ان انا اولد اول حاجه ميه عذبه زي اللي موجود كده، وبعد كده بستخدم الاملاح في ان انا احللها كهربائيا واحصل منها على احماض واكاسيد مهمه اخرى. اما بالليل طبعا بسبب وجود اشعه الشمس، مع عدم وجود اشعه الشمس بستخدم المفاعلات البكتيريه اللي موجوده، اللي بستخدم منها الزباله، المخلفات الموجوده في الشوارع كلها، واخرج منها غاز اسمه البايوجاز. ده قريب من الغاز الطبيعي. ده بستغل بكتيريا معينه تولد لي الغاز بعد 7 ايام مش بعد 40 يوم. وبعد كده المرحله الرابعه او الاختراع الرابع في المنظومه ان انا بفلتر الغازات دي واخد منها غاز ميثان يصل الى 95%. بستخدم الغاز الميثان ان هو يشغل المفاعل بالليل، غير ان بعض المواد العضويه دي بعد عمليات التحلل بعد ذلك بتتحول الى مواد غير قابله للتحليل. المواد الغير قابله للتحليل دي بضيف عليها 90% ميه وبتبقى سماد قوي يعادل السماد المستقبل النيتروجيني. اذا انا استفدت اول حاجه كهرباء من الجنريتور، استفدت ميه عذبه من المحلي، استفدت على املاح ليها قيمه صناعيه من التحليل الكهربي لاملاح البحر، استفدت على احماض ليها قيمه صناعيه زي حمض الهيدروكلوريك، حصلت على غاز طبيعي من المفاعل البكتيري، وحصلت على السماد. وبالتالي من المقومات السته دي كلها ممكن ازرع الاراضي الصحراويه. الاراضي الصحراويه دي تنتج لي زرع، الزرع ده يعمل على سحب اكبر كميه من غاز ثاني اكسيد الكربون اللي هو المسبب الاساسي لظاهره الاحتباس الحراري، وبعد كده يدهاني اكسجين، وفي نفس الوقت نسد المجاعات الموجوده في العالم. جميل قوي ان انت هتعمل لنا غطاء اخضر، واحنا المنطقه العربيه مليانه صحاري، اكبر منطقه في العالم فيها صحاري. للاسف. لكن الفكره دي جات لك منين؟ انت لسه طالب، كنت في ثانيه ثانوي والسنه دي في الثانويه العامه في العام الثالث. جات لك منين الفكره دي؟ دائما الحاجه الاختراع. جات لك منين؟ اول حاجه كنت بشاهد مؤتمر كوبنهاجن سنه 2009، ولقيت ان الحلول كلها تحولت الى حلول سياسيه. يعني فرض امريكا على اسرائيل بايقاف عدد من المصانع التي تعمل على انبعاث اكبر كميه من غاز ثاني اكسيد الكربون المسبب للظاهره، ولكن الحل النهائي كان هو حل سدود. بس انا هقول لحضرتك على الحل بتاعهم. هل الميه دلوقتي ارتفعت 8 متر وانا بنيت سد 10 متر، وبعد كده ارتفعت تاني 20 وانا بنيت سد 22، هل ده حل لمشكله الاحتباس الحراري؟ ده مش حل، ده حاجه جزئيه تحميني من الميه اللي هتزيد. لكن اللي انا فكرت فيه ان انا اول حاجه
استخدم ظاهره الاحتباس الحراري دي والميه الزايده دي، ازاي نستغل الظاهره اللي هي تقضي على حياه 22 مليون بني ادم. الميه ارتفعت 8 متر هتغرق قاره استراليا باكملها، هتقضي على اكتر من نوع من الحيوانات واكتر من نوع من النباتات، هتعمل على ظهور امراض ملاريا وطاعون وغيره. ازاي نحول كل الاضرار دي غير العواصف والبراكين والعلاقه اللي لحد دلوقتي العلماء مش لاقيين سبب، العلاقه الوطيده، العلاقه الطرديه ما بين ظاهره الاحتباس الحراري والكوارث الطبيعيه الكتيره اللي حصلت في الوقت في السنتين اللي فاتوا. ممكن حضرتك تكون لاحظتها، العاصفه الرمليه في الكويت، الاعاصير اللي موجوده في فلوريدا وفي كاليفورنيا في امريكا، الزلازل، اخر زلزال حصل في بيرو 7 ريختر، في طبعا نوبات جفاف ودي اللي مرت حاليا في الصومال وفي امريكا الجنوبيه، في ايه تاني، في اسمه ده امواج تسونامي واللي حصلت في بدايه السنه 2011 في اليابان. ده كله، ده غير طبعا اهم حاجه بركان ايسلاند السائر اللي انفجر من سنتين. العلماء قارنوا ذلك مع زياده نسبه غاز ثاني اكسيد الكربون وعملوا لظاهره الاحتباس الحراري نسبه، لقوا ان هناك علاقه طرديه ما بين الكوارث الطبيعيه اللي زادت في السنتين اللي فاتت وما بين زياده نسبه ظاهره الاحتباس الحراري. طيب هناك دراسات كبرى وشركات كبرى تقوم باجراء ايضا حلول لازمه القنبله المناخيه. انت عملت دراسه جدوى لاختراعك الجميل والتكريم الجميل اللي انت حصلت عليه؟ دراسة الجدوى متوقفة على الأرض، مساحة الأرض اللي تقيم عليها المشروع. أنا حاليا بعد دراسة جدوى إن أنا أجيب أسعار أراضي من مناطق مختلفة أنا شايف إن المشروع صالح إن هو يقام فيها، وبعد ما أعمل كذا دراسة جدوى على كذا أرض مختلفة هخرج دراسة جدوى متوسطة، يعني المتوسط العام، الثمن المتوسط للمشروع، وبكده يبقى يكون ده هو الثمن المتوسط ان هو يتحقق ليه. بس عموما قبل دراسة الجدوى او قبل اي حاجة ان هو لازم يكون في شجاعة من رجال الاعمال اللي هم ينفذوا الحكاية دي، لان للأسف زي ما قلت وزي ما بقول كذا مرة، رجال الاعمال عندنا في مصر ما عندهاش الشجاعة الاقتصادية ان هي تنفذ اختراع او مشروع جديد، اللي هو عايز حاجة مضمونة ان يشتري الحاجة ب10 ويبيعها ب20، لكن هو يشتري حاجة جديدة ويطور فيها. I think ما فيش في مصر كده. بعد حصولك على هذا التكريم اعتقد هناك دفعة قوية، ولكن ألم يتحدث معك أحد من هذه الجنسيات من شركات كانت موجودة هناك ان هم يتعاونوا معك؟ في الكويت اهم حاجة ان هو المشروع بتاعي. طبعا الفيديو وانت بتناقش المشروع في الكويت. على فكرة انا تقريبا شرحت ل 600 طالب وعدد كبير جدا من الزائرين، وكنتش اعرف ان هم بيصوتوا على الموضوع. في الاخر عرفت ان هو في جزء من التحكيم هو تصويت عن الموضوع. ده في جزء من البوث المصري. ده كنت تقريبا انا اخر جناح موجود. كان الناس بتعدي، اول يوم كان ناس كتير جدا، تاني يوم كان اكتر، وكان في اقبال كبير جدا على الموضوع بتاعي. ايه افضل الاختراعات الاخرى اللي عجبتك من دول اخرى؟ كان في افضل اختراع، كان في تقريبا قوات الجويه الكويتيه كانت عامله عربيه بتطير وانسان يطير. ده كانت حاجه بالنسبه لي كويسه جدا، انها هتحل بعد كده مشكلات كبيره جدا في وسائل المواصلات، خصوصا ان الدنيا بقت زحمه قوي في العالم حاليا. ده عجبني قوي فكرته ان العربيه تطير او الانسان يلبس مثلا زي بدله معينه كده ويطير بيها. دي فكره حلوه، انا شايفها هتحل مشاكل بعد كده. والروس اللي حصل على المركز الاول؟ الروس اللي حصل على المركز الاول كان تعديل في مفاعل نووي، طبعا نظرا للظروف ما بين الطاقه النوويه وروسيا اللي كله عارفينها. هو ازاي يخرج ميه بطريقه ابرد من عمليه التبريد في الواح التحكم في المفاعل النووي، وانا شايفها انجاز كبير جدا، يعني هو يستحق المركز الاول. لكن الطريف، وحتى الامير اياد الخرافي كان بيقول لي انا مستعجب ان الفرق ما بينك وما بين المركز الاول هو 60 سنه، لانه عنده 77 سنه. بس هو مش امير ولا حاجه. اياد الخرافي هو صديق، وهو طبعا رئيس النادي العلمي، رئيس النادي العلمي والرئيس الفخري للمهرجان. انا اسف، هو الامير حمد بن جابر الصباح، وزير الاعلام تقريبا. وزير الاعلام. نعم. كان ابدا ثناء عليك ان انت راجل سنه 60 سنه وانت ما شاء الله 17 سنه. فنشوفك بقى عامل حلول
كبرى المشاكل الكبيره ان شاء الله. ان شاء الله. طارق محمود نورتني، وان شاء الله كما اتفقنا سابقا سوف يكون لك تواجد مستمر معنا في اي تي شو. ده بيتي حضرتك عارف يعني، ده الاساس بتاعي يعني. ده بالتاكيد يعني وانا بقول كده في كل حته يعني، حتى لو رحت قنوات كنت في كذا، كنت في فتره قريبه كنت في قناه العربيه، حتى الناس كانوا بيقولوا لي لا هنا بيتك وبتاع يعني تيجي في اي وقت، قلت لهم لا اي تي شو ده الاساس اللي هو اللي طلعني يعني. احنا فخورين بيك يا طارق، وانا افخر بيك اكتر كمان في الفتره المقبله. ربنا يحفظك يا رب، وان شاء الله تجيب كده مجموع كبير في الثانويه العامه ان شاء الله بإذن الله. وركز كده ان شاء الله عشان كده ايه العمليه تستمر ان شاء الله. ودائما مرحبا بك وبكل المخترعين في اي تي شو ان شاء الله. شكرا جدا استاذ احمد. نورتني طارق محمود، نموذج مشرف لمخترع مصري واعد، شاب حصل على تقييم دولي، دلوقتي اصبحت له الان صفه دوليه. شوفوا كمان اكبر واكبر ان شاء الله. هذه هي البدايه، ننتظر منه الكثير. مشاهدينا بشكر كل فريق عمل برنامج اي تي شو، مخرج البرنامج محمد الطحاوي، المخرج المنفذ كريم ممدوح، وانا احمد يوسف. بكره في 4:30 بتوقيت القاهره حلقه خاصه جدا عن الاعلام الاجتماعي والنيو ميديا ومصابي الثوره المصريه.